وافق الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن راموس قد أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي. وقالت الشبكة أن راموس أكد شفهيا رغبته في الانضمام لصفوف نادي الاتحاد. وأوضحت الشبكة أن الأمر الآن متروك للنادي السعودي والتقييمات الداخلية قيد التقدم، سواء تم إضفاء الطابع الرسمي على جميع جوانب العقد الذي تمت مناقشته مع راموس. ويدرس نادي الاتحاد إمكانية التعاقد مع راموس من أجل دعم خط دفاع الفريق الكروي الأول الذي يفتقد لخدمات القائد المصري أحمد حجازي بسبب الإصابة بالرباط الصليبي. ودعم نادي الاتحاد صفوفه خلال الفترة الصيفية بالتعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما وانجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي فليبي جوتا، بالإضافة إلى صالح العمري وسلطان الفرحان.